رغم البعد عن الديار، رغم المسافات الطويلة، قلوبنا تسكن في سماء بلدنا، وأرواحنا تلامس كل قلب متعب ويد خائرة. لذا خطرت هذه المبادرة لنا، وهي مال الله لله. هي حملة إنسانية الغاية منها الوصول إلى من يستحق، دون أن نفرق بين أي دين أو عرق أو لون. هنا في منطقة الشورجة منطقة سيد أحمد الرفاعي كانت الحلقة الثالثة من برنامج مال الله لله. هذه المبادرة ستستمر لتشمل جميع مناطق وأحياء وعوائلنا الكريمة في محافظة كركوك. خيمتنا كركوك وخيمتنا الكبيرة هي العراق علينا كلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويديمكم ويديم المحبة والمودة والتواصل. يعني بين فترة تخلون يعني مثلا منطقة الشورجة يوم تروحون على المبدودة، يوم تروحون بريادي، يوم تروحون مصلى، يوم تروحون العروبة، يوم تروحون رحماوة، الوحدة، الحرية، حي عسكري، أسرى مفقودين، 55 ماشي يسموا هكذا كركوك. بعزمك طوع الأحزان جسرا، فلن ينساك خالقك العظيم. فكم يسر أتى من بعد عسر، وكم ضاقت وسهلها الكريم.